يا صباح الورد والفل والياسمين على اختي وحبيبتي وصاحبتي اللي بتتابعني. وحشتوني وحشتوني كمان مرة وحشتوني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده جايه لكم فيديو جديد ويوم جديد، والنهارده كده ان شاء الله كله نشاط وتحفيز. بصوا المطبخ نضيف وزي الفل. والنهارده انا كنت مع زوجي الصبح في المستشفى وجبنا سندوتشات واحنا جايين من بره، وفطرنا سندوتشات يعني كده. سندوتشات كانت من المطعم، بطاطس وشيبسي وطعميه. تمام والحمد لله. يعني بقى ايه، مفيش مواعين فطار ولا اي حاجه. بنتي كمان جانا راحت الدرس، ومفيش بقى غير نغم وميدو نايمين مش هيصحوا دلوقتي. فانا ايه قلت بقى ايه اشيل بقى السجاد بتاع الصاله كده واكنس وامسح كده، وعشان انعش الدنيا. الجو حر جدا، وبصراحه اليوم اللي انا بصحى فيه بدري بيبقى ما شاء الله اليوم ده بيبقى طويل كده وبيبقى فيه كله بركة. وانا كمان ببقى نشيطة كده، يعني مش عارفة اليوم اللي بصحى فيه بدري بحس بنشاط كده، وبحس ان انا فعلا نشيطة وفايقة وعايزة اشتغل وبعمل شغل البيت كده بسرعة، وبعمل شغل كتير كمان عن الايام المعتادة يعني. غير ما انا ابقى بنام للظهر، فاهمين؟ فالمهم بقى ايه، عملت لي برضو كوباية قهوة كده شربتها، كوبايه كابتشينو. بس بصراحه طمعت وعملتها كبيره شويه فما قدرتش اخلص، يعني عملت المج كبير وبقى فيه شويه كده نصه فعنته في التلاجة. قلت بقى يعني ايه، اما اخلص كده وشويه كده ابقى اسخنه وابقى اشربه. تمام. شلت بقى السجاده زي ما انتم شايفين، الصاله بقى مليانه حاجات كده. بصوا تحت الركنه في تلاقوا ازازه الميه، تلاقوا كوره، تلاقوا حاجات مطرح ما الولاد بقى بيحطوا كده ويرموا ويكركبوا. في اكياس كمان، هي جت الاكياس دي منين انا مش عارفه. المهم بقى شلت الركنه كلها كده وكنست بقى الصاله كلها، وكنست ورا ترابيزه اللي تحت الشاشه كمان. وبعد كده نفضت بقى الركنه وشلت كمان الشيلت بتاعه الركنه كده، وبدات ان انا اشفط تحتها بالمكنسه. بصراحه لقيت فيه زي تراب وحاجات كده، قلت لا انا مش هنفض علشان انا كنست. يعني انا في العادي بشيل الشيلت ونفض كله كده، وبعد كده بروح كنسه. تمام. فانا كنست بقى الاول، ولما شلت الشيلت لقيت بقى في تحتيه زي بواقي كده، حاجات يعني بواقي اكل بقى، على حاجات واقعه، على يعني زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. حاجات كده بسيطه، بس حاجات فتافيت كده من باكو بسكوت، من حاجه بياكلوها هم قاعدين. فانا قلت بقى لا مش هينفع بقى ان انا انفض بعد ما كنسته كده، فقلت لا خلاص اجيب المكنسه واشفط بيها. المكنسه دي عندي مش بستعملها غير كل فين وفين. يعني انا بحب اشيل السجاد وانفضه وافرشه تاني، احب اشيل الحافظات انفضها وافرشها. مش بحب خالص ان انا اقعد اطلع المكنسه. بصراحه بحس ان هي موال. وكمان المكنسه في الارض بتشفط حلو، على الارض على الركنه حاجه زي كده، لكن في السجاد مش بحس ان هي بتشفطه قوي. يعني انا ممكن اشفط السجاده بالمكنسه، وبعد كده اشيل السجاده انفضها احس ان هي لسه فيها تراب. لكن لما بشيل السجاده انفضها او الركن او الحافظه انفضها، بحس ان هي بصراحه بتنضف، وبحس كمان ان هي بتنور. يعني بحس كمان ان هي زي ما يكون عليها تراب كده مغيم السجاده او مغيم الحافظه، ولما بنفضها بحس ان هي يعني بتنور، بتنضف، فاهمين؟ كأني مسكت حتة كده فوطة مبلولة ومسحتها بيها. فانا بحب يعني التنفيض اكتر من ان انا اشفط بالمكنسة يعني، واحسن من المكنسة العادية اليدوية اللي هي المقشة يعني. تمام. فالمهم بقى ايه، شفطت كل الركنه كده، وبعد كده شلتها كلها ركنتها كده على جنب، وجبت بقى الجردل بتاع المسيح كده بشرشوبه ومسحت ده. بس طبعا قطعت المقطع اللي انا بمسح فيه، انتوا عارفين بقى يعني. عشان مش عايزه بقى ان انا بهدل هدومي ولا بل الجلابيه ولا اي حاجه. تمام، فاهمين انتوا طبعا. فمسحت بقى كده كويس، ومسحت كمان الوزر، رشيت عليه ميه ومسحته كده كويس بالشرشوبه. لازم لما امسح، كل ما امسح لازم امسح الوزر. لان الوزر لو عليه تراب وانتي مسحتي بيبقى كانك ما عملتيش حاجه. طول ما الوزر نضيف كده وما عليهوش تراب بتبقى الدنيا نظيفه. مسحت بقى ولمعت، واحس ان الارض كده لمعت وفاقت كده ونعنشت وفرفشت. وعايزه اقول لكم بقى، انا كنت مطفيه المروحه وانا بكنس، بس باجي امسحها بشغلها، فالمروحه بقى شغاله مع الميه بقى والمسيح، مديه جو طراوه حلو جدا. ان الجو اليومين دول حر حر فظيع بصراحه يعني. فامتى بقى نطلع المصيف؟ يعني خلاص يعني هانت، فاتك كتير ما بقى الا القليل، ونروح بقى ننتعش كده ونغير جو.
المهم بقى رجعت الركنه مكانها كده، وبدات ان انا المع الارض تاني. يعني انا مسحت الارض كلها، بس بحب ان لما ارجع الركنه مكانها او الانتريه يرجع مكانه تاني، احب برضو قبل الفرش اروح ايه ملمعه كمان تلميعه كده بالشرشوبه. الميه كنت حاطه فيها بريكس، ريحته حلوه جدا جدا، وبحط غطا كلور واحد. الكلور اللي عندي خام، فده مع ده بيدي ريحه حلوه قوي وبيلمع. عايزه اقول لكم بريكس ده حلو جدا جدا، ريحته حلوه قوي وبيدي لمعه فظيعه للبلاط. يعني زي ما انتوا شفتوا البلاط كده بيلمع جدا. ده من بريكس، والكيس ب5 جنيه. لو انت مش قادره تجيبي الازازه الكبيره او اللي هو الجيركن الكبير ده، ممكن تجيبي الكيس ب5 جنيه، وبيقعد كتير جدا. بحط منه في البخاخه اللي انا بلمع بيها الازاز، بحط منه على الارضيه كده وانا بمسحها، حلو وجميل جدا بصراحه. المهم خلصت كده ورحت بقى مرجعه الشلت على الركنه زي ما كانت، وجبت بقى طقم البياضات ده. اخر مره كنت فرشاه في العيد، وبعد كده حطيت غيار تاني مكانه او غيارين تقريبا. فوحشني بقى، حاسه ان انا بقالي كتير قوي قوي ما فرشتوش، فقلت ايه هجيبه وافرشه، وافرش كمان ايه الحافظه بتاعته اللي شبهه. حطيت بقى الفرش ده كده. الفرش ده كنت سألتوني عليه قبل كده، انا كنت جايبه القطعه الواحده ب75 جنيه او ب85. فاهمين؟ كانت تقريبا ب85، كنت جايبه الاتنين ب150. فانا جبت الفرش ده، جبت منه 3، لان انا كنت جايباه اصلا الانتريه. الانتريه عندي كنبتين وكرسيين زي ما انتوا عارفين، اللي متابعني شايف الانتريه وعارف. فانا رحت جايبه منه 3 قطع، قطعتين كده للانتريه الكبير، للكنبه الكبيره والكنبه الصغيره، وجبت حته قسمتها نصين للكراسي. فانا حبيت افرشهم هنا على الركنه، لقيتهم شكلهم حلو جدا. والقطعتين بتوع الكرسي حطيتهم كده كبياضه على ظهر الركنه. تمام. وكمان المخدة دي اللي على شكل فيونكة دي جبتها برضو، حطيتها كده من باب التغيير برضو. وهفرش بقى السجادة، نفضتها بقى كده، وبعد كده هفرش الحافظة. مش حابة ان انا افرش الحافظة على الارض، يعني حتى في الصيف ما بحبش احط الحافظة منها للارض على طول. طبعا بتبقى ممكن كل شويه تتلم، ممكن كده، مش عارفه. بحس ان هي بتثبت اكتر، وبتحس ان انتي فعلا قاعده على سجاده وانتي فرشه السجاده تحت الحافظه. لكن الحافظه بس كده منها للارض، لا، بحس ان انتي قاعده على حاجه ناشفه كده. لو قعدنا على الارض ولا حاجه، ولا قعدنا نتغدى او كده، لا، انا بحب احط السجاده. حطيت بقى السجاده والحافظه، وزي ما انتم شايفين كده، ولمعت الورد ولمعت الترابيزه، ولمعت برضو الترابيزه اللي تحت الشاشه. وخلاص. هنا النغم بقى كانت صحي زي ما انتم شايفين. ايضا النور في الاوضه اهي دخلت خدت شاور، و دخلت لبست. بعد كده بقى هخرجها تقعد بقى في الصاله كده تتفرج على كرتون او فيلم كده من اللي هي بتحبهم. وهدخل بقى الاوضه برضو بتاعتهم، اكنسها وامسحها واغير الملايات وانضفها هي كمان، وكده يبقى الشقه عندي كلها زي الفل. امبارح عملت اوضه النوم بتاعتي، وعملت البلكونه. كان في الفيديو اللي فات معاكم، يعني الفيديو اللي قبل ده، كنت عامله فيه غرفه نوم، وغيرت شلت الستاير وحطيت ستاير نظيفه، وعملت كل ده. وعايزه اقول لكم ان انا نشرت الستاير والملايه اللي انا شلتهم من اوضتي قبل ما انزل على المستشفى الصبح. يعني خدتهم نشرتهم كده في السريع قبل ما جوزي قام وخد شاور وكده. تمام. دخلت بقى على الغرفة، خلاص الصلاة بقت زي الفل. دخلت بقى على غرفة ولادي كده، شلت الملايات ونفضت السراير، ورحت مسحة الأرضية كده. يعني عملتها سريع سريع معاكم عشان ما اطولش عليكم، بحاول على قد ما اقدر والله ما اطولش عليكم. كمان الجو حر جدا، فاهمين؟ والاوضه اللي جوه دي كمان، يعني اوضه ولادي دي انا اوضتي على الشارع، فاوضه ولادي دي كمان من يمة جوه، فيها بس شباك صغير كده على المنور، فدايما بتبقى حر جدا. فانتوا عارفين بقى بحاول اعملها سريع سريع معاكم، لان الجو حر جدا جدا يعني. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا كده، ما تنسيش يا حبيبه قلبي تحطي لايك للفيديو، وتعملي مشاركه كده للفيديو عشان الكل يستفاد كده ويتشجع معانا، ويقوم اللي وراه حاجه كده يخلصها. وما تنسوش تصلوا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وسيبولي كده تعليق حلو منكم في الكومنتات، لانه عارفين تعليقاتكم وكلامكم الحلو الجميل ده بيشجعني وبيحفزني ان انا اقوم كده واصور معاكم. فربنا يكرمكم ويسعدكم ويرضيكم ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه، ويشفي كل مريض، ويهدي لكل واحده زوجها يا رب. اللهم امين كده، وتعيشوا في هنا وسعاده ورضا وراحه بال يا رب. اللهم انصر اخواتنا في غزه وفلسطين، ربنا ينصرهم. و
يعني من قلبي والله بدعي لهم ربنا ينصرهم، بجد حاجة محزنة جدا، ولكن مش قادرين نملك حاجة نعملها معاهم غير الدعاء ليهم. ربنا ينصرهم كده ويردهم لأراضيهم سالمين غانمين يا رب العالمين. بصوا بقى، فرشت الملاية دي، الملاية دي انا كنت جايباها في العيد اللي فات. بهتت مش عارفة ليه، يعني يعني لونها غير، مع ان الاكياس لونها زي ما هو. الاكياس اتغسلت مرة، الملاية اتغسلت مرتين. فرشتها اول مرة خالص كنت فرشها من غير الاكياس بتاعتها، ممكن يكون عشان الملاية اتغسلت مرتين عن الاكياس ولا ايه مش عارفة. بس بصراحة يعني بصوا الكيس لونه عامل ازاي، الوانه مزهزهة وحلوة، كيس الخدادية والكيس بتاع المخدة الطويلة. ولكن الملاية لونها بهتان، الالوان بتاعتها بهتت ليه مش عارفة. فالحمد لله يعني ان شاء الله كده بقى ايه، اما اجي اجيب ملاية بقى اكد ايه على بهتان اللون او تغيير اللون ده. بيقولوا ان قماش العملية حلو، بس انا مش لاقي حد يفصل لي حاجة كويسة. فصلت قبل كده عند واحده بصراحه ما عجبنيش. انا بشوف ملايات كده تحفه قوي، بشوفها وانا يعني على الفيس وكده. فببعت اسال بكام عشان اطلبها وكده، بلاقي سعرها معدي يعني. الملايه كانت بتقولي ب1000 وحاجه، فانا اجيب ملايه معديه ال1000 جنيه ليه؟ هي مفرش. فبيني وبينكم لا، غاليه جدا. فبصراحه بس بتبقى اشكال حلوه جدا جدا، وبيقولوا قماشتها حلوه وكل حاجه، بس الله اعلم انا ما اعرفش ان انا اجيبها بالمبلغ ده، وممكن اغسلها تغير لون او حاجه، او يطلع فيها عيب يعني. فاهمين اللي هو لو حد قريب مني او هو حد جنبي، هاخد الملاية طبعا بضمان، لو حصل في اي حاجة انا برجعها له تمام. لكن من على النت او من على الفيسبوك، فطبعا انا هجيبه منين؟ دي شركة شحن بتيجي توصل لي الحاجة وتمشي وخلاص على كده شكرا تمام. وطبعا عارفين الملايات اصلا مش بيبقى معاها ضمان ولا اي حاجة ما بتيجي من بره. لكن بصراحة والله اي حد جنبي باخد منه ملاية. انا كنت جايبة ملاية من واحدة فاتحة محل يعني اعرفها يعني جنبنا. فبصراحة قالت لي لو حصل بقى اي حاجة بهتت اتقطعت اي حاجة هاتيها لي. قالت لي قماشتها زي الحديد وهتعيش معاكي، وفعلا ده اللي حصل. بقالها معايا فترة وزي الفل، وقماشتها جامدة ولا بهتت ولا اي حاجة. فاهمين؟ فالحاجة اما تبقى من حد قريب منك غير اما تجيبيها كده اللي هو يعني زي ما بيقولوا كده على رأي المثل، يعني بتصطادي سمك في مية. فلا، الحاجة اما تبقى قدامك كده شايفاها بعينك وشايفة قماشتها وشايفاها كده تبقى احسن. وحد جنبك هتقدري، مش هيضحك عليكي، لان انت هتقدري انت تروحي تقولي له اديتها لي الحاجة دي وباظت او كده فهتديها له. لكن لما يبقى حد بره فطبعا بتبقى صعب. المهم ان انا خلصت بقى الاوضه كده اهو زي ما انتم شايفين، رتبتها. هنا جنب السرير الحيطه عندي كل ما يعني ابيضها صنفرها وابيضها. غيرت الاوضه 3 مرات الوان بسبب الحته دي، ان هي يعني بايشه كده، الحيطه بايشه او البياض كده بيقع من جنب السرير اللي على اليمين ده. فمش عارفه ليه فيها رطوبه جامده، ممكن عشان يعني الحمام ورا الحيطه دي على طول. فمش عارفه بصراحه اعمل معاها ايه. مبوخه شكل الاوضه قوي ومضايقاني، بس يعني غيرتها كذا مره ومفيش فايده. عايزه ابقى اجيب لها ستيكر زي اللي انا حاطاه في الحيطه ده واحطه عليها. المهم خلصت بقى الاوضه كده. قلت لي قبل كده غيري النظام، الاوضه ملهاش نظام غير ده. السراير دي حديد كبيره قوي، برضو سالتونا عليها وبتقولي هي عمليه. عمليه وحلوه جدا ومش بتتكسر ولا اي حاجه يعني، فاهمين؟ ومهما طال عمرها بتتباع غير الخشب تمام. فهي الاوضه نظامها كده وهي كده. المهم بقى خلصت ودخلت بقى على المطبخ. كانت عملت صلصه كده كانت عندي جاهزه. حطيت توميه كده شوحتها في شويه زيت وحطيت عليها الصلصه وخلاص اتسبكت، هي هطفي عليها. وكمان حطيت شويه ميه كده عشان اسلق المكرونه. والمكرونه الاسباجيتي اتسلقت خلاص وحطيتها بقى في الحله دي. وخدت الحله اللي كنت بسلق فيها المكرونه، حطيت فيها شويه زيت وسبتهم كده يسخنوا على النار على بال ما عبال ما اعمل الكبده دي بالرده، عشان هعمل كبده بالرده مع المكرونه الاسباجيتي. اعمل مكرونه اسباجيتي بالصلصه وكبده بالرده. بصراحه نفسي فيها بقالي كتير قوي. فقلت خلاص بقى اعملها. انا كنت جايبه الكبده دي ومتبلاها من امبارح. بتبلها بقى برده كده. الرده دي رده مش حاطه على اي حاجه. الرده دي مطلعاه من يعني مش شارياها. انا كان عندي دقيق كنت يعني جايباه عشان اوديه لواحده تخبزه، ونخلته قبل ما اوديهولها وطلعت منه الرده دي. فانا خليتها عندي حطاها في علبه كده في التلاجة. الرده حطيها في التلاجة او في الفريزر، لكن ما تحتفظي بيها في المطبخ، بتسوس يعني وكده وبتعمل صوص ودود وكده، فما ينفعش تمام. اي رده عندك تحتفظي بيها تحطيها في التلاجة
تمام. فانا كنت عندي كميه كبيره، حطيت شنطه في الفريزر وعلبه كده مليتها وحطيتها في التلاجة. خدت بقى شويه الرده كده وبعمل الكبده كده وبحطها يا دوب دقيقه بس كده، يمكن اقل من دقيقه كمان عشان ما تنشفش منك. الكبده بتحطيها هي كده كده رقيقه، بتاخد يا دوب صدمه كده ولون، وبعد كده تقلبيها على الوش التاني برضو يا دوب نص دقيقه، بقى على الوش التاني نص دقيقه وتشيلي، يعني على الوش الاولاني دقيقه وممكن ما تكملش. تمام. وبعد كده بحطها على الوش التاني يا دوب برضو نص دقيقه كده وبشيلها على طول. بتطلع بقى معايا ايه كده طريه وزي الفل. خلاص بقى الاكل جهز معايا. شايفين المكرونه بالصلصه حلوه جدا، بقلبها كده في قلب الصلصه على النار، وغرفتها بقى وغرفت الكبده وحطيت جنبها طبق مخلل. وخلاص كده الحمد لله اكلتنا كده زي الفل، اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. سيبكم في رعايه الله، اشوفكم فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش كلمتكم الحلوه ودعوتكم الحلوه ليا في الكومنتات. ربنا يسعدكم ويرضيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.